أهلا بكم عشاق المسلسلات. إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال وما خاصكم حتى خير. كيف ما شفنا في الملخص اللي فات، شهد وصلت للفندق هي وإيجا، وقدرت تعرف إيجا من عين مسعود باللي كيبغي شهد، ومسعود قال لشهد حكتي للبوليس وما غاديش تحكي لي أنا، وعارف باللي انتي اللي قتلتي نيازي، وعندي دليل كيثبت انك كنتي في مكان اللي لقينا فيه الجثه ديالو. وهي كيف العاده نكرات كلامه وقالت له دابا فهمت علاش كنتي كتحاول تقرب مني، غير باش توحلني في قضيه نيازي هذا اللي انا ما عمري ما شفته ولا قابلته، وندمت على النهار اللي عرفتك فيه وعلى النهار اللي استسلمت لك فيه. وهنا شافوا انس وهما كيهضروا وشداتو الغيره على مرتو. من بعد كنشوفوا ميليسا جمعات حوايجها ومشات عند انس، وليلى ما عجبهاش هذا الشيء وقالت لها انها تسرعات وجات للدار ديال انس قبل ما يطلق، وهذا الشيء ما غيكونش في صالح قضيته. صلاح الدين مشى عند سعد في المخفر اللي معتقل فيه وقال له باللي متاكد ان شهد هي اللي وقعته في هذا الفخ، وباللي ما جبتش سميتها في التحقيق، وانه مستمر بانكار التهمه اللي عليه. وهنا قال له صلاح الدين انه غينتقم له من شهد وغيوريها كيفاش طيحهم في هذا الفخ. يجي جابت محامي لشهد واللي لقى اهم دليل على ليلى، وهي انها زورت عقد الزواج باش شهد ما تاخذ حتى ريال من زواجها بانس بدون كاتب المحكمه، ان المحامي ديال ليلى هو اللي غيكون وقع في بلاصه كاتب المحكمه، وهذا الشيء سميتو تزوير. وشهد عجبها الحل لانها شدات راس الخيط لليلى وغاديه تتهنى منهم وترجع ولادها ليها. تقابلوا مع محامي ليلى وقالوا له انهم عارفين باللي هو زور اتفاقيه الزواج، وانهم الى بلغوا عليهم هو غيخسر وظيفته كمحامي وليلى غاديه تدخل الحبس. المحامي حس بالخوف وما كانش عنده مجال باش يكذب شنو كيقولوا، واتصل بليلى وخبرها في المصيبه اللي طايحين فيها، وهي كانت قريبه يسكت ليها القلب منين عرفت انها ممكن تدخل الحبس. وحتى انا سمع بالموضوع وجا كيعاتب امه وقال لها كيفاش تلعب له بحياته بهذه الطريقه وتصور عقد الزواج، وهي قالت له انت ما خليتي لي حتى حل، مشيتي وتزوجتي بوحده ما عارف لا اصلها ولا فصلها وكانت كتلعبك على صبعانها، وانا درت هذا الشيء كلشي باش نحميك منها، وبلاصه ما تشكرني جالس تغوت عليا. قال لها انت كنتي كتلعبي لي بحياتي كيف ما كتبغي ومازال كتسناي مني انني نشكر. قالت له انا حميت ولدي كيف ما اي ام كتحمي ولدها، وانت سلطتي هاد الفعل علينا وانا كان خاصني ناخذ الاحتياطات اللازمه. قال لها انس واش مستوعبه انك ممكن تدخلي الحبس بسبب هاد الشيء اللي درتي ولا لا؟ ومشى انس وهو معصب من امه لانها كانت هذا الوقت كامل كتحكم له بحياته وهو ما جايب الدنيا اخبار. اتصل بشهد ومشى لعندها باش يقنعها ما تبلغش على امه وتخسر لها سمعتها، ومستعد يعطيها كاع الفلوس اللي هي باغاها. وهي قالت له الا كيحسب لك باغا الفلوس انت غلط، انا باغيه غير ولادي وما محتاجاش فلوسك. قال لها انس موضوع الاولاد ما فيهمش نقاش، غيبقاو معايا وما غاديش نخسروا ليهم النظام اللي هما عايشين فيه. جاوباتو شاد نظام حياتهم خسرتيه انت من النهار اللي دخلتي عليهم عشيقتك، واش ما كفاكش السمعه ديالنا اللي ولات على لسان اللي يسوى ما يسواش؟ قالت له وسمعتي انا اللي امك جفت بها الارض ورماتني قدام الديابه وما رحمتنيش، وحتى انا ما غاديش نرحمها، يا اما تعطيني ولادي ولا امك غتمشي تدوز الحبس على قلبها. وما تنساش حتى ميليسا غتمشي في حالها من الدار اللي ساكنين فيها ولادي. ومشات وخلاتو بلا حيله. وهنا عاود بان ليها نيازي وهو كيقول لها برافو عليك عطيتيه عليا اش كيهضر، والله حتى بديت كنخاف منك. وشاهد قالت له اش كدير انت هنا، واش وليتي تجي حتى بالنهار؟ قال لها نيازي انت اللي كتعيطي لي باش تهضري معايا ومخلياني تابعك فين ما مشيتي، عييت من الجري وراك، واش مازال ما فهمتيش باللي انت صافي طار لك الفريخ وغير انت بوحدك اللي كتشوفيني وكتهضري معايا؟ قالت له اسكت اسكت عليا راني معصبه دابا وما كنشوفش قدامي. نيازي قال لها باللي حاس بيها ولكن حتى مسعود مسكين حزنتيه وبقى فيا. قالت له شفتي كان كلامي في حقه صحيح، هذا الوقت كامل كان كيخدع فيا غير باش يطيحني في الفخ وكل همه يدخلني للحبس. فعلا انا اتصل بامه وطلب منها تطلب من ميليسا تجمع حوايجها وتمشي في حالها، ودخلت عندها ليلى وقالت لها بلا ما ديري حوايجك في الخزانه غيعاودي جمعيهم وسيري لدارك. ميليسا قالت له علاش بالسلامه؟ سمحي لي اخالتي العزيزه ولكن حتى حد ما يقدر يخرجني من هنا الا انس. قالت لها ليلى ان انس هو اللي قال لي نقولها لك. صدمات ميليسا وعرفت باللي هذا طلب شهد وبغات تنتقم منها وتعصبها، وصورت فيديو هي هازه ولد شهد ولاحته في المسبح، وقالت ان الامومه صعيبه بزاف ولكن تستحق المحاوله، ونشرته في مواقع التواصل الاجتماعي. وشافت ليلى الفيديو وقالت
بان ميليسا ديما متسرعه وما يقدرش الواحد يخليها بوحدها بلا ما دير مصيبه جديده. وشاهد حتى هي شافت الفيديو وما بقاتش كتشوف قدامها بالغضب لان نقطه ضعفها هما ولادها. مشات لعندها للدار وهي ناويه تندم على اللي دارته في ولدها. وغير دخلت سولتها ميليسا علاش جايه للدار اللي ممنوع تدخلي ليها؟ قالت لها شاهد جيت نلعبوا انا وياك شويه كيف ما لعبتي مع ولادي، ماشي قلت لك ما تزيديش تمدي يدك على ولادي؟ وضربتها شاهد بالتصرفيقه وطيحتها في المسبح. وبقات ميليسا كتغوت وكتقول لا واش انتي حمقى؟ قالت لها شاهد انا حمقى وجيت نوريك الحماق ديال بصح كيفاش داير. وهبطات لها راسها تحت الماء وميليسا ما قادراش تنفس وعاود خرجتها وعاود ضغطت عليها. ولكن هاد الخطره المده ديال ميليسا وهي تحت الماء طولت وخرجتها من بعد ما كانت ميليسا غتخرج روحها تحت الماء. وهنا قدرت انها تطيح شاهد معاها في المسبح وبقاو كيدابزوا وميليسا كتغوت وكتطلب المساعده من صفاء وكتطلب منها تعتقها قبل ما شاهد تقتلها. وصفاء جات وكتحاول تعطي مجال لميليسا باش تهرب ووقفت في وجه شاهد. وهنا شاهد دفعتها وطيحتها في المسبح. ميليسا قدرت تهرب وتسد عليها في البيت ومنين شافت راسها قلتت منها قالت لها انها قالت تلعب دور الام ماليهم حسن ما يبقاو بلا ام. انس كان عند مسعود وطلب منه يبعد على مرته وعلى عائلته. قال له انس فهمنا ان ميليسا استغلت جابتك باش تلعب دور خطيبها وشاه شنو باغي منها؟ قلت لك بعد على مرته ولا ما غادي يعجبك حال مسعود؟ واش كتهضر على مرتك اللي قريب تطلقها؟ كنهضر على مرتي اللي مازالها مرتي وما طلقتهاش. انت خطرت تقول لي بعد على ميليسا وخطرت تقول لي بعد على شاد. الا بغيتي كتب لي لسته بالناس اللي ما باغينيش نتقابل معاهم الا جات على خاطرك انس. انا غادي نبعدك عليهم بطريقتي. مشى انس في حاله. شاهد من بعد ما نشفات نفسها دخلت عند ولادها وفيقاتهم باش يمشيو معاها. انس خرج من عند مسعود وهنا كان صلاح الدين مراقب بيت مسعود وحتى لدابا ما فهمش اشنو علاقه انس بمسعود. ليلى اتصلت بام واب شاهد وجابتهم لاسطنبول طياره خاصه واستقبلتهم باحسن استقبال وخلاتهم يشوفوا الغنى والعز ويذوقوه باش يزيدوا يطمعوا. وطلبت منهم انهم الى وافوا يخرجوا في برنامج تلفزيوني ويقولوا ان بنتهم شاهد هي اللي سرقات ليهم الفلوس والذهب وهربت باش دير العمليه غاديه تعطيهم شنطه عامره فلوس. وهما من طمعهم وافقوا بدون تردد وعطاتهم الشنطه فيها الفلوس وقالت لهم الباقي غتكملوا ليهم منين نفذوا المهمه. وصيفطاتهم لافخم اوتيل. انس غير وصل للدار لقى الماء كل بلاصه وشاف ميليسا وهي فازقه وسولها مالها. قالت له باللي شاهد جات وكانت غتقتلها بسبب انها بارطاجات فيديو بريء لها مع الولاد وعطاتو تسجيلات الفيديو. وشاهد حاول تقتلها في المسبح وهو قال لها ياك قتلك الا الولاد خليك بعيده عليهم لان شاهد حساسه بزاف من جهتهم. وصلت شاهد لبيتها مع أولادها وقالت لها إيجا أنها كتضل تفكر فيها وخايفة عليها. وشاهد قالت لها مسموح تفكر فيها وتشتاق ليها ولكن ممنوع تخاف عليها لأن هي عارفة باللي ماماها كتعرف تتصرف وغادية تعاود تجمع بيهم. هنا جات إيجا وقالت شاهد البنت واش عقلتي منين كنت كنقول لك عندي صديقة عزيزة عليا وسميتك على سميتها؟ هذه هي صاحبتي إيجا. وإيجا بنتها كانت فرحانة منين تعرفت على صاحبة ماماها واللي سماتها على سميتها. والسيدة إيجا تأثرت بزاف من شافت تعلق ولاد شاهد بها. أنس ما قدرش يطلب من ميليسا تخوي وتمشي في حالها حتى هي دارت في حال إلا ما فراسها ما يتعاود. إيجا من بعد ما عرفت اللي دارتو شاهد قالت لها ما خصكيش تخلي الغضب هو اللي يسيطر عليك لأن في فترة حساسة. قالت لها شاهد منين كيكون الموضوع كيتعلق بولادي ما كنبقاش نقشع قدامي. واتصل بها انس وطلب منها تنزل عنده لتحت باغي يهضر معاها. هما ينشهدوا باباها فاقوا على حياة وحده اخرى عمرهم ما شافوها. اش منك يا فطرد واش منك يا فخامه؟ وانس جا وقال شاهد كيفاش وامتى انا وياك وصلنا لهاد الحاله؟ قالت له شاهد الا نسيتي نفكرك وصلنا لهاد الحاله منين مشيتي لامريكا امك صيفطات لك ميليسا كهديه وانت ما رفضتيش الهديه. لا انس لا 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 زيدي رجعي شويه اللور. منين درتي عملية تجميل وخرجتي تصيدي واحد غني وانا في هذا الوقت كنت مرتبط بميليسا؟ قالت له شاهد انا ما كنتش عارفه باللي انت مرتبط بميليسا، انت اللي سمحتي فيها على قبلي. وهي بسرعه مشات وتزوجت بواحد اخر. منين جاتها فرصه انها تهدم العش ديالنا طلقات ورجعت ليك. طلب منها ما تبلغش على امه وهو في المقابل غيمنع ميليسا تبلغ عليها باللي حاولت تقتلها. شاهد كان كل همها ولادها وما تخلي حتى حد يهددها بهم وهي وافقت تخلي ولادها حاليا
عند انس غير باش ما تجرجرهمش معاها في الاوتيلات. ميليسا كتهني ليلى بانها انتصرت على شهد وباللي شهد دابا ما تقدرش ترفع دعوى عليها وهي غتبقى مع انس وغاديين يتزوجوا. وليلى ما كانتش عجبها فكره ان ميليسا تتزوج بولدها انس في الوقت اللي كتحاول تتخلص من شهد. غتجي في بلاصتها ميليسا وهما بجوج في نظرها اسوأ من بعض. وقالت للمساعد ديالها يا ريت تكون شهد قتلتها وحده تدخل القبر والثانيه للحبس وهي تتهنى. مسعود وهو غادي خارج اتصلت به شهد وهو ما بغاش يجاوبها وقالت له انا عارفه باللي انت مقلق عليا وزاد حتى انس حدك بسبابي. قال لها مسعود انا ما كيهمني لا انس ولا غيره، اللي كيهمني هو انك ندمتي على اصدق لحظه كانت بيني وبينك. شاهد انا عندي بزاف حوايج ما قدرش نقولهم لك واللي باغيك تعرفه هو انني ما بقيتش هي هذيك البنت اللي عرفتيها هذه 10 سنين. وعطاتو صورة ليها وهي في عمر المراهقة ومشات ولقاها كتبالو ملحوظة في الصورة انها بدلات كل شيء فيها باش تنسى الماضي، ولكن بقاو غير عينيها اللي كتشوف بيهم وهما للاسف ما قدراتش تبدلهم وكتتفادى تشوف له في عينيه باش ما يعرفش احساسها تجاهه. فهاد اللحظة كان مراقبهم صلاح الدين يجي وكلت محقق في امريكا باش يجيب لها معلومات على ميليسا وعلى طليقها ويعرفوا اشنو كانت كدير ميليسا في امريكا. وانس خلى ميليسا تكون هي المديرة المشروع الجديد في شركته باش يثبت ليها باللي هي مهمة عنده. شهد كانت جالسة كتهضر مع نيازي كيف ما العادة واتصل بها صديق طفولتها مصطفى وقال لها باللي والديها سافروا في طيارة خاصة وغيكونوا وصلوا عندها لاسطنبول. في هذا الوقت وصلت عندها ديدام وهي كتشوف شهد كتهضر بوحدها وقربت منها وهي معجبة بان شهد كتهضر بوحدها. سولتها شهد كيفاش دخلت لعندها وهي قالت لها لقات الباب محلول وطلبت من شهد تسمح ليها لانها ما سمعتش كلامها وارتبطت بصلاح الدين. وشهد سمحات ليها وحكات لها باللي والديها هنا في اسطنبول. من بعد ما عرفت شهد باللي ليلى هي اللي استدعاتهم لعندها واكيد كتكيد ليها شي مكيده. ميليسا طلبت من انس انهم ينظموا حفله بمناسبه ادارتها للمشروع الجديد وهو في الاول ما قبلش ولكنها قدرت تقنعه. شهد وباباها كاسين كيحسبوا الفلوس وفرحانين. قال لها هارون لمرتو اش غدير شهد منين انس غيطلقها وهي قالت له ما تخافش عليها هي شيطانه وماشي سهله واكيد غتكون ساقه من انس فلوس الايام كيف ما هادي. وصلت لعندهم طوموبيل وكانت راكبه فيها ديدام وهما كيحسب ليهم الطوموبيل ديال البرنامج اللي غيتكلموا فيه وديدام سولتهم يقولوا لها اللي غيقولوا في البرنامج باختصار. وصلت ديدام عند شهد وهي معاها باها وامها وهما غير شافوها تفاجئوا من قتلها ديدام اللي كانوا غيقولوا في البرنامج. حبسات دموعها باش ما تبكيش قدامهم وقالت لهم باللي واخا يزيدوا يوقفوا حتى هما ضدها ما غاديش يقدروا عليها. صلاح الدين جا عند شهد وحط ليها المسدس في ظهرها وطلب منها تركب معاه بلا غوات. ومنين ركبات كان مسعود مراقبهم. صلاح الدين قال لها انها تبعد عليه مسعود ولا غادي يقتله لانه عارف العلاقه اللي بيناتهم وهددها بانه الا بقى ملاحقه غادي يقتله ويخليها هي اللي تنظف الجريمه ديالو كيف ما كانت كدير وهي صغيره. وهي طلبت منه يبعد عليه وما يأذيش وهو قال لا الا ما دارتش اللي طلب منها غادي يقتله. وفي هذه اللحظه خرج ليهم مسعود وطلب منه يبعد منها وهي قالت له انها هنا بارادتها كيطلب منها باش تصالحوا بديدام لانهم هما مع بعضياتهم وهما غاديين. تفكرت التهديد اللي هددها به صلاح الدين وقالت لمسعود ما كاين حتى حد هنا غير حنا يلا قتلوه هنينا منه. وهو دار وتيرا عليه وطاح بصلاح الدين على الارض. وهنا دارت موراها ولقات صلاح الدين مازال واقف كيشوف فيها وتمنت ان الشيء اللي شافته هذه ثواني كان حقيقه وماشي غير تخيلات في راسها. مسعود قال لا ما عرفش فاش هي متورطه ولكن الا بغات تعاود له هو مستعد يوقف معاها ويحميها وهي كالعاده رافضه تعترف له. كانت خايفه صلاح الدين يدير له شي حاجه وتخسره. ميليسا كانت كتسنى شاهد في الفندق وشافتها وهي في الطوموبيل مع مسعود وصوراتهم بتليفونها باش تفرض تصويره لانس. وغير دخلت شاهد عرضت عليها للحفله اللي دايرها لها انس على قبل منصبها الجديد معاه في الشركه وقالت لها دايرين الحفله في الدار باش الحضور يحسوا بدفء العائله. وشاهد ردت عليها بان العاشقات عمرهم ما كيعرفوا دفء العائله وكيبقاو ديما عاشقات اللي خدمتهم يخربوا العيله. ليلى اتصلت بشاهد وطلبت منها تجي لعندها للدار وقالت لها شاهد اكيد شي حاجه مهمه هذه منين طلبتي تشوفيني. وبالفعل مشات لعندها لمنزلها وليلى فرحانه وكتسنى تشوف وجه شاهد منين غتشوف والديها في البرنامج. وبدا البرنامج وشافت والديها في التلفزيون وقالت شاهد اش واقع. قالت لها ليلى غير سكتي وتعرفي شنو واقع. وبدات امها كتتكلم وقالت بحزن حنا بصح ما كناش ام واب لايقين بنتنا وما قدرناش نهتموا بها وكل الكلام اللي قالته شاهد صحيح. ليلى قالت
اش هادشي اللي كنسمع؟ قالت لها شاهد غير سكتي وغتعرفي شنو واقع. قالت شاهد عندي اعتراف تاني، حمات بنتي ليلى هي جابتنا بطياره خاصه وعرضات علينا الفلوس باش نجيو للبرنامج ونقولوا باللي بنتنا سرقه وسرقت منا الفلوس والذهب باش دير عمليه تجميل. ليلى كان غيسكت قلبها وشاهد قدامها كتضحك وقالت لها باللي هي ما عرفاش راسها فين كتعوم، ومشات وخلاتها غتموت. والصدمه الكبيره ملي سمع انس اشنو دارت مو عاوتاني ومشى لعندها. شاهد وهي في الطريق كتفكر منين والديها رفضوا يعاونوها ويوقفوا معاها، وهي قالت لهم غتعطيهم الضعف اللي وعدتهم به ليلى. وهنا قبلوا يقولوا اللي طلباتو منهم. وهي خرجت لاقات مع انس في الطريق وسولها اش كدير هنا، وهي قالت له باللي مو هي اللي استدعاتها. وهو قال لها واش ما غتساليش الحرب اللي بيناتكم، يكفي هادشي وما تنسايش بانك مازال متزوجه بيا وبعدي على مسعود. وهنا شافت ميليسا وقالت له وهادي اللي ديما غادي معاها وجايبيها بحال الا تقول هزها صاك في يديك. وتفكرت ان حياة مسعود في خطر وقالت لانس الا بغيتي بعد مسعود ويطلب النقل ديالو الا هو باغي يبعدو عليها. دخل عليها انس وكانت خايفه بزاف من ردة فعله، وهو كان كيهضر معاها ببرود وقال لها ما سولتيش نفسك علاش بابا سمح فيك ومشى، لانك كنتي كتدخلي ديما في حياته وما خليتيهش يعيش حياته عادي وطبيعي، وهذا الشيء اللي كديريه معايا دابا. ومشى وخلاها مجروحه من كلامه. شاهد عطات لوالديها الفلوس اللي وعداتهم بها وسولها بابا اشنو غدير دابا منين غيطلقها انس، وهي ما جاوباتوش ومشات في حالها. قالت له امها ياك قلت لك اكيد هي سرقه الفلوس من راجلها. وهنا رجعت شاهد وقالت لها البيت هو ديما كيكون الامان للانسان، وانا بسببكم كنت عايشه فيه وحيده، ومنين كنمرض وكنكون كنترعد ما كنلقاش حدايا حتى الام اللي تحضرني وتدفيني. نتوما اسوأ ام واب في هذه الدنيا. وقالت لها ما هانتي ام دابا واكيد درتي في حالنا، انا معمري ما غنكون ام في حالك لان اولادي اهم حاجه عندي وممكن نعطي لهم حياتي بلا ما نتردد ثانيه وحده. خذوا فلوسكم وسيروا في حالكم ونساوني لانني انا نسيتكم من شحال هادي. شاهدوا السيده ايجا استقبلوا احمد طليق ميليسا من بعد ما دفعوا له كفالته بسبب تهربه من الضرائب، وسولوهم علاش ساعدوه وخرجوه من الحبس. وهما سولوه على ميليسا وقال لهم انها جات لاسطنبول باش تجيب له فلوس الكفاله وتخرجوا من الحبس، لكنها ما عاودتش رجعات وتقطعت خبرها عليه. وعرفوا منه انها مازالها مرته وما مطلقينش كيف ما ميليسا قالت ليهم. ميليسا عطات لانس صورة شاهد ومسعود وهم مع بعضياتهم وكان غير عليها بزاف، وهذا الشيء ما عجبش ميليسا. مسعود عرف باللي غيتم نقله بطلب من شخص وقال له ميديرو شكون هذا الشخص اللي طلب النقل ديالو. ميليسا مشات عند حماتها وقنعتها انها تجي للحفله باش شاهد ما تنتصرش عليهم، واتصلت بانس وطلبت منه يسامح ماماه ويتصل بها لان حالتها ما تعجبش. مسعود مشى عند انس وقال له انه واخا يطلب النقل ديالو عمره ما غادي يقدر يبعدو على شاهد. وانس قال له باللي شاهد هي اللي طلبت النقل ديالو، وهو بالطبع ما صدقوش. ام واب شاهد مشاو باش يصرفوا الفلوس، ولكن الموظف اكتشف باللي الفلوس مزوره. مسعود مشى عند شاهد وسولها إلا هي اللي طلبت من أنس ينقلو، وهي تهربات من الإجابة، لكن هو أصر يعرف منها. قالت له باللي هي طلبت هادشي وقطع قدامها النقل ديالو وخرج وهو حزين، وهي عاود بان ليها نياسي وقال لها في عيني كانوا في الارض. شاهد قالت له حتى انا بقى فيا ولكن ما عندي حتى حل، الا ما بعدش صلاح الدين غادي يقتلو، كيبان لي نمشي نقتل صلاح الدين ونجيبو حداك. قال لها كيفاش دابا دار الموضوع ورجع ليا، غير نسيه ما كاينش بلاصه حدايا. بدات الحفله وميليسا كتستقبل الضيوف، وليلى حتى هي جات للحفله استقبلتها ميليسا وانس باحسن استقبال. من بعد وصلت شاهد وجنبها ايجي والكل كيتسنى اشنو غيوقع بسبب انهم مجموعين كاملين في بلاصه وحده. شاهد قربت من ميليسا شكرتها قدام الحضور لانها عرضت عليها وقالت لها ان شاء الله ما تندميش لانك عرضتي عليا وجبت لك هديه معايا كنتمنى تعجبك. في هذا الوقت دخل احمد وميليسا ما كانش مصدقه باللي اللي شايفاه قدامها احمد زوجها. وشاهد قالت لهم هذا احمد زوج ميليسا واللي كذبات علينا كلنا وقالت انها مطلقه منه ولكنها كذابه ومازالها مرته. صدموا كاع الحضور اللي تما، ولكن صدمه انس وليلى كانت اكبر. احمد قرب من ميليسا وباس يديها وقال لها مرتي العزيزه، وانس كيشوف ميليسا بغضب وكل شيء كان مصدوم الا شاهد هي الوحيده اللي كانت مرتاحه وفرحانه. وهنا تسالت الحلقات ديالنا، نشوفكم في الحلقات الجايه وما تنساوش الاشتراك ولايك. مع السلامه.